لاول مره انا مش عارفه اقول ايه بجد، والله العظيم مش عارفه اقول ايه. يعني المصري ما جاش النهارده يا جماعه، والمصحف المصري النهارده ما جاش اصلا. ده اسوأ حاله المصري فيها النهارده. ده جاي الملعب بيقول لك اكسبني واكسبني بسكور. بس تقول لي مين الكلام ده حضرتك؟ تقول لي مين؟ للمكسحين اللي بيلعبوا عندنا في الفرقه؟ احنا عندنا مكسحين، عندنا موظفين مش لعيبه كوره. ده حتى لو موظفين كانوا يعني غاروا شويه عن على شغلهم، انما دول مكسحين اقسم بالله العظيم. انا ما شفت كده في حياتي، مش هم لوحدهم. والمدرب شكله كده بسم الله ما شاء الله، تكمله لمسيره ريبيرو. من امتى الاهلي بيلعب 12 ماتش في الدوري 6 بس اللي يكسبهم، 5 تعادل وهزيمه؟ من امتى؟ لعيبه لا عارفه تباصي ولا تستلم ولا تسدد كوره ولا يعملوا حتى عرضيه واحده توحد ربنا عدله زي الناس. نفسي اعرف واحد زي طاهر محمد طاهر موجود في الاهلي ليه؟ بس مش هتكلم عليك لوحدك، لان انت مش لوحدك اللي عالمي، ده في كتير عالميين في الفرقه واحنا مش واخدين بالنا. لكن انت بصراحه يعني كفايه الكوره دي، بسم الله ما شاء الله عليك. خبطنا واحده في دماغنا، ورمني دماغي. زيزو، معلش يا زيزو والله، يعني انت بتعمل ايه؟ ده انت عمرك ما ضيعت ضربة جزاء مع الزمالك، جاي عندنا احنا تضيع؟ في ايه؟ خير يعني؟ خير؟ اكتر واحد دعمناه في الفرقة هو انت، اكتر واحد دعمناه في الفرقة هو انت. جمهور وقف معاك وقفة ما عملهاش مع حد، والله لا ما عملناهاش مع حد. انت ما جيتش النهارده اصلا، مش هقول لك ضيعت ضربة الجزاء، لا انت ما جيتش اصلا النهارده. واحد زي علي معلول ده مشي ليه؟ مشي ليه لما احنا مش عارفين نجيب بديل ليه؟ طب كنا خليناه، كان فضل سنة على الاقل، كان فضل سنة والله العظيم كان نفعنا. ده ارجل من كل اللعيبه اللي موجودين دي. ليه مشي؟ ليه مشيناه؟ عشان نجيب مين مكانه؟ احنا بنلعب من غير باك ليفت، لا باك ليفت ولا دفاع عندنا عدل ولا اي حاجه. اشرف داري طول الوقت متصاب، ومش عارف مين العش وما اعرفش اسامي، ما عملتش حاجه. يبقى لجنه التخطيط دي بتعمل ايه في النادي الاهلي؟ حد يفهمنا يقول لنا لجنه التخطيط دي بتعمل ايه في النادي الاهلي؟ ايه التخطيط اللي هي بتخططه للنادي الاهلي؟ ده لو بتدمر في النادي مش هيبقى بالمنظر ده. احنا عايزين مهاجم سوبر، ليه ما تجابش مهاجم سوبر من بدري؟ ليه نستنى ليناير عشان نجيب مهاجم سوبر؟ واحنا كان ممكن من بعد ما وسام مشي نجيب واحد بداله ويكون زيه ولا احسن حتى منه. مش معقول يا جماعه ان اللي كان شايل الاهلي السنه اللي فاتت وسام ابو علي وامام عاشور، مش معقول بجد ان احنا من غير الاتنين دول مفيش اهلي. سنين الواحد بيشجع الاهلي، اول مره احس بالاحباط الفظيع ده. اول مره احس ان انا ماتش الاهلي بالنسبه لي بقى حاجه محزنه، مش حاجه. الاهلي ده هو المفروض الحاجه الوحيده اللي بتفرحني في حياتي، يعني مصدر الفرحه ومصدر السعاده الوحيد بالنسبه لي. اول مره احس ان انا بجد بحزن وشايله الهم من ليله الماتش. من الاخر كده احنا عايزين وقفه حقيقيه مع الفرقه دي، عايزين وقفه حقيقيه، وقفه حقيقيه. مفيش مستحقات، مفيش راتب، مفيش اي حاجه. واللي مش قد اللعب في النادي الاهلي ولا قد ان هو يلعب برجوله ويدينا مقابل الملايين اللي بياخدها، يا تركنوه يا تمشوه. احنا ما يفرقش معانا، احنا جمهور النادي الاهلي، قلتها وهقولها 100 مليون مره. جمهور النادي الاهلي ما عندوش اسامي، ما عندوش لعيبه. النادي الاهلي هو رقم 1 عندنا، غير كده ما عندناش. وان كنت هتلعب باحترامك وتبقى راجل في الملعب وتورينا ان انت قد التيشيرت اللي انت لابسه، هنشيلك فوق دماغنا. مش هتلعب مع الف سلامه لو كنت مين، لو مين مش هيفرق معانا، مش هيفرق معانا. لان احنا ما يهمناش غير النادي الاهلي، واحنا ما نحبش ان احنا نشوف النادي الاهلي بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. احنا ما نحبش ان احنا نشوف اللعيبه بتاعتنا والفرقه بتاعتنا بالشكل الدنيء ده بجد. احنا في شكل دنيء. احنا ده مش الاهلي، ده مش الاهلي. كرهتونا في عيشتنا.